ازاي تعمل اديت للصورة تحولها من كده لكده. مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنشوف ازاي نعمل اديت للصورة دي ونخليها من كده تبقى كده. ولو لسه ما شفتش الفيديوهات القديمه بتاعت الايديت هسيب لك اللينك البلاي ليست كامله في الاي اللي فوق واللينك بتاعها في الديسكربشن. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هبقى فاتح الفوتوشوب، طبعا ادوس كنترول او عشان اعمل اوبن او ادوس على اوبن على طول. بعد كده هختار الصوره بتاعتي اللي انا عايز اشتغل عليها، هي الصوره دي. دلوقتي الصوره بتاعتي فتحت، طبعا الخط الافقي بتاع الصوره مش مظبوط في التصوير فهحاول اظبطه دلوقتي بقدر الامكان. اول حاجه هدوس كنترول جي عشان اخد كوبي منها، بعد كده ادوس كنترول وار عشان تظهر لي المسطره، بعد كده هسحب منها خط لتحت كده عشان اظبط عليها الخط الافقي. هخفي اللاير اللي تحت، بعد كده ادوس كنترول تي هيظهر لي التقسيمه دي، وابدا الف في الصوره عشان اظبط الخط الافقي على الخط اللي انا شديته من المسطره. كده شبه مظبوط. هبدأ بس اكبرها شوية، وانا بكبر ادوس على الت عشان يكبر من ناحيتين زي بعض لحد ما تتملي كده الصورة ما يبقاش فيها فراغات، ادوس انتر. بعد كده ادوس كنترول زيرو عشان يكبر لي الصورة تبقى بالحجم الكامل. بعد كده هقف على الخط اللي انا شديته من المسطرة واسحبه لفوق تاني، خلاص مش محتاج. بعد كده هدوس كنترول جي تاني اخد منها كوبي، وبعد كده كنترول شيفت اي عشان يفتح لي الكاميرا رو فلتر وابدا اعمل اديت للصورة بتاعتي. طبعا في الكاميرا رو فلتر باينه ان فيها فراغات عشان هي الصورة اصلا باقيها طالع بره الكادر بتاعك، لكن لما تيجي تحفظها بالكادر اللي انت ظبطته الجديد. لو مش عايزها تحصل لك كده ممكن ادوس كنسل هنا، وبعد كده اخد اداة الكروب، ادوس سي من الكيبورد، ادوس انتر على كده هدوس شيفت كنترول اي هيفتح لي كاميرا رو فلتر، لكن الكادر كده مظبوط ما فيهوش الزوايا الفاضيه اللي كانت الاول. هروح اول حاجه على البيزك. الاكسبوجر هعليه حاجات بسيطه، خليه تقريبا زياده 20. الكونتراست هزوده 30. الهايلايت هخليها 20 بس او 15 لان هي الاضاءه عاليه في الصوره اصلا. الشادو هزوده هفتحه شويه اخليه مثلا 15. الوايت هقلله شويه طبعا عشان يدي لوك حلو للصوره اولا، ثانيا عشان هو علي لما عليت الهايلايت، لما عليت الهايلايت علي الاضاءه معاه فهقلل الوايت شويه. يعني شايفها كده مناسبه، سالب مثلا اللي هو سالب 40 مثلا. البلاك زوده شويه، افتحه قصدي شويه يعني خليه 30. بعد كده التكستشر 10، شاريتي 10، الديهيز 10، والفايبرنس خليه 20، والساتوريشن 10. ده البيزك اللي عملنا الاول، ده قبل ما نشتغل فيها خالص، ده بعد ما عملنا شويه تعديلات في البيزك بس. بعد كده هروح للكيرف، هدوس على نقطه في النص عشان في النص تفضل ثابته ما تتحركش معايا. فوق ده الهايلايت هبدا اقلله شويه، والتحت اللي هي الشادوهات او الظلال هبدا افتحها شويه بس كده شايفها مناسبه. هقفل الكيرف، وده قبل الكيرف وده بعد الكيرف. هروح على ديتيل واخلي الشاربنج 50 والنويز ريدكشن 20 والكلر نويز ريدكشن 20 برضه، دي عشان تزود تفاصيل الصوره شويه لو كانت فيها حاجات مش واضحه. بعد كده هروح على كاليبريشن، وهنا اهم حته في الايديت كله، جرين بريميري. اول وحده الهيو هشدها للاخر لورا هخليها سالب 100. ريد بريميري الهيو بتاعه هخليه 50، والبلو بريمري هخليه 20. وده كده قبل الكاليبريشن وده بعد الكاليبريشن. بعد كده هروح على افكت اضيف ملمس خفيف للصوره واعمل لها ظلال سوداء حوالين دايره، هخليها مثلا سالب 30. هتبقى الصوره معاك بالشكل ده وادوس اوكي. استنى يخلص ويطبق التعديلات دي كده قبل الايديت خالص، ودي كده بعد الايديت مخلص. بعد كده ادوس كنترول شيفت اس واحفظ الصوره بتاعتي في المكان اللي انا عايزه، ادوس اوكي. والى هنا عزيزي المليونير لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم الى هذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى، الى اللقاء.